الصدقة توكل للإيمان. كيف؟ يعني لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم كل ماله قبل صلى الله عليه وسلم، انظر قبل، لأن إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه لو وزن لرجح بإيمان الأمة، تطفو إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر. لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بنصف ماله فقبل، لكن لما جاء سعد أراد أن يتصدق بكل ماله قال لا صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، قال يا رسول الله النصف، قال لا، انظر أبى، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فقال أهل العلم إذن الصدقة توكل لإيمان المرء، لأنه يخشى أن يتصدق بماله كله ثم يدخل في الفقر فيندم على صنيعة الخير، فيندم على ماذا؟ على صنع الخير. لهذا المؤمن يكون فطنا، المؤمن يكون فطنا بمسائل الصدقات. لكن يحسب إيمان المرء الذي يتصدق وهو يوقن في نفسه أنه لا ينقص من ماله شيء، هنا فليتصدق بحسب إيمانك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن. من الذي يقسم؟ هنا يجب أن تتوقف، من الذي يقسم؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو قلنا لك قال عليه الصلاة والسلام من غير قسم نصدقه، انتهى. محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر إن قال، فما ظنك لو قال عليه الصلاة والسلام 3 أقسم عليهن؟ لا ينقص مال من صدقة، انظر، لا ينقص مال من صدقة. معي 1000 درهم تصدقت ب1000 درهم لن ينقص شيئا، معي أكثر من 20,000 تصدقت ب20,000 لن ينقص شيئا، الله عز وجل سيعطيني. لا، الله عز وجل لا يبارز بالإحسان، تصدق ب1,000,000 يأتيك 1,000,000. الله عز وجل لا يبارز بالإحسان، والله عز وجل لا يجعل أحد من خلقه أكرم منه، الله عز وجل لن يجعل أحد من خلقه أكرم منه. فإن تكرمت على خلق الله تكرم الله عليك بأجل وأعظم مما تكرمت على خلق الله. موسى عليه السلام في الأثر جاءه رجل قال يا موسى ادعو الله أن يغنيني، فقال الله له يا موسى سل بأول العمر أم بآخره؟ فقال الرجل لا بأوله، لأنه أنا في آخر ماذا أريد من المال؟ أريد أن أستمتع بحياتي. فقال الله عز وجل لموسى سأغنيه 20 عام. فمرت 20 ودخلنا 30 وجاءت 40 والرجل ما زال يزداد غنى يزداد غنى. فقال موسى لرب العزة يا رب إنه قد مضى عليه أكثر من 20 سنة ولم يذهب عنه الخير أي المال. فقال الله لموسى استحييت أن أرفع رزقي من يد عبدي وهو يتفضل به على عبيدي، فأنا أكرم منه. انظر، لهذا الله عز وجل إن الله يحب، كلنا نحفظ هذا الحديث، يشتري الرجل ساعة ب100,000 بثوب ب20,000 بكذا، تتكلم معه يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم، فكيف لو رأى أثر النعمة ليس عليك بل على الناس؟ عندك 100 درهم قمت وتصدقت ب50 وجعلت 50 في جعبتك، هنا هذه النعمة التي امتن الله بها عليك أنت ظهرت عليك وظهرت على عبيد الله أو على عباد الله. لهذا كلما بسطت يدك للناس بسط الله إليك يده سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم أنفق عليك، انتهى. أنت إن زدت النفقة على عباد الله زاد الله عليك رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة توكت المال فقال يا عائشة لا توكت فيوكت الله عليك، يعني لا تحبس الرزق، لا تحبس الرزق، ابسطيه. محمد عليه الصلاة والسلام مات وخلفه 7 دراهم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة. لهكذا مسألة الرزق ابسط يدك واعلم أن الله هو الرزاق، وكلما زدت إحسانا للناس زادك الله فضلا ورزقا سبحانه وتعالى. والصدقة لها أثر عجيب لا يعلمها إلا من جربها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. انظر الآن فقط حتى لا أطيل عليكم، الآن هذا الحديث أعده معي، داووا مرضاكم بالصدقة. الآن نفترض لا قدر الله أني ابتليت بمرض، ما العلاج؟ أن أتصدق، يعني أدفع المرض بالصدقة. فما ظنك برجل صحيح
يتصدق ليس مريض. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة من رجل صحيح، أفضل الصدقة من رجل صحيح يعني غير مبتلى جسمه 100% ويخشى الفقر، يعني يجمع المال لأنه يخاف الفقر ومع هذا يتصدق والصحيح، بمعنى يتصدق ليس ليدفع المرض ويتصدق ليس ليرفع عنه المرض، ومع هذا يخشى الفقر ويتصدق. هذه أفضل الصدقة عند الله. أسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا.